الحلقة بتبدأ والأنفاس محبوسة. يوسف الصراف مرمي على الأرض جثة هامدة بعد ما بدر خبطه خبطة غشيمة دفاعا عن نفسه. جليلة وشها جاب ألوان، وقفت مرعوبة وبتصرخ: يا نهار اسود يا بدر، الراجل مات في إيدك؟ بدر نزل على ركبه بدم بارد، حط إيده على نبض يوسف وبصلها بملامح حجر. النبض موجود بس ضعيف قوي، كأنه بيودع. جليلة قالت بصوت مرعوش: نطلب الإسعاف؟ بدر رد بحزم: لا، الإسعاف هتفتح علينا سين وجيم، هنشيله في عربيتك ونطير على المستشفى. وقبل ما يتحرك سألها: عينك في عينك، الكاميرات دي شغالة؟ دي دليل براءتي لو فكر يلبسني مصيبة. في الناحية التانية شاهر جاب ياسين وقعده قدامه في المكتب، والجو كان مشحون. شاهر جاله بلهجة فيها تهديد: يارا بنتي زعلانة منك يا ياسين، وانا اللي يزعل يارا يزعلني شخصيا، وانت عارف زعلي وحش. ياسين لبس وش البراء، هو قال: انا والله يا فندم ما عملت حاجة تضايقها، بس لو هي شايلة مني هاتها نقعد سوا وانا هصفي الخلاف. شاهر هز راسه وقاله: هجيبها بس حذاري تطلع غلطان. يارا دخلت المكتب وشها مقلوب، وشاهر سألها: ها يا يارا، ياسين زعلك في ايه؟ ياسين هنا أخد اللقطة ونط في الكلام قبل ما هي تفتح بقها وتقول الحقيقة إنها كانت مع واد صايع. ياسين قال بتمثيلية هابطة: يا فندم الموضوع بسيط، أنا ركبت واحد صاحبي في العربية وكان بيدخن، ويارا شمت ريحة السجاير واتخضت على عربيتها. يارا بصت لياسين باستغراب، فهمت إنه بيداري عليها وبيحميها من غضب أبوها. شاهر صدق وقال لبنته: أنا بحبك يا يارا، وما تخبيش عني حاجة أبدا. بدر وصل المستشفى بجليلة ويوسف المغمى عليه. بدر طلب منها تفضل في العربية: خليكي هنا يا جليلة، مش ناقصين شوشرة وفضايح. دخل بدر المستشفى وطلب ترولي بسرعة، وفجأة واحد من الممرضين شاف جليلة في العربية وقرب منها: مش دي النجمة جليلة؟ الصوت ده مش غريب عليا. بدر بذكاء ولاد البلد تدخل وقطع عليه الطريق: يا سيدي نجمة ايه وبتاع ايه، دي جماعتي مراتي وتعبانة شوية، ابعد عننا بقى. جليلة بصت لبدر بذهول من كلمة جماعته، بس سكتت عشان الموقف يعدي. الدكتور طمنهم ان يوسف فاق وبقى كويس. جليلة اول ما دخلت عليه يوسف بدأ يصرخ ويهدد: هوديكم في 60 داهية، كنتوا عايزين تقتلوني. جليلة وقفت وقفة نمر وقالت له بصوت واطي ومرعب: تخرس خالص يا يوسف، الكاميرات سجلت وانت بتهجم عليا في بيتي، ولو فتحت بقك هطلب لهم يحللوا دمك ونشوف الهباب والمخدرات اللي بتشربها. موضوعي معاك خلص بالذوق، يا إما السجن مستنيك. يوسف سكت كأنه بلع لسانه. في الحارة فاطمة كانت مروحة، طلع لها عبده الشيخ زي العفريت، قعد يعاكس بدم تقيل: يا قمر مسيرك ليا مهما طال الزمن. فاطمة صدته بقوة: انت ما بتفهمش، انا خطيبة بدر، وبدر راجل يسد عين الشمس. عبده ضحك ببرود: دبلتين وهيروحوا لحالهم، والفتحة بتتفسخ عادي، بس انا قلبي مش هيحب غيرك. فاطمة زقته وقالت له: انت واحد مريض، وابعد عني بدل ما لم عليك الناس. جليلة قعدت مع بدر وبدأت تفتح ملف الاتفاق القديم. قالت له ببرود يخلي الدم يتجمد: يا بدر بعد ما نخلص من قرف يوسف احنا لسه عند كلمتنا، هتقتلني امتى؟ بدر اتصدم: انت لسه فاكرة الكلام ده؟ انا كنت بدافع عنك مش اكتر. جليلة قالت بجدية تخوف: لو تراجعت هشوف غيرك. أنا هخلص الودايع وأحط كل حاجة باسمك، بس عايزة يومي يمشي عادي، ما تحسسنيش إنك هتقتلني في اليوم ده. بدر أخدها على قد عقلها وقال: ماشي يا جليلة، اللي انت عايزاها يحصل. راجي راح يقابل نهلة بناء على طلبها. نهلة رحبت بيه، بس راجي كان بيكلمها من طرف مناخيره. قال لها: أنا فاكرك من سنتين في دبي، كنت بتتعاملي بتعالي وكأنك مش شايفاني. منى دراع نهلة اليمين تدخلت تلطف الجو: نهلة أطيب قلب في الدنيا، يمكن كانت مشغولة بس. نهلة ضحكت وقالت لراجي: سيبك من الماضي، أنا جايباك علشان نفتح شغل كبير مع بعض في السوشيال ميديا. المحامي بتاع جليلة كشف لها حقيقة حادثة اسكندرية. يا جليلة، الموضوع ما كانش صدفة، الهوم سيرفيس اللي جابلك العشاء كان حاطط منوم، ولما رحتي في سابع نومة دخل واحد أسيوي شالك ورماكي من البلكونة. جليلة بدأت تفتكر ملامح الشاب اللي شافته في خيالها، والمحامي رمى كلمة سم.
مش يمكن نهلة هي اللي مرتبة كل ده مع شاهر عشان يخلصوا منك؟ هبة اتصلت براجي وهي مع جليلة عشان تسأله عن معلومات تخص نهلة. راجي كان في الوقت ده قاعد مع نهلة ومنى، فتح الخط وعمل نفسه في ميتنج وقال ببرود: أنا اتأكدت إن نهلة ملهاش يد في الموضوع. جليلة اتجننت، أخدت التليفون وزعقت: انت جاي في صفها ولا ايه؟ انت شغال معايا انا يا راجي. راجي قفل السكة في وشها، ونهلة قالت له بذكاء: خليك شغال مع الكل عشان نفهم الدنيا رايحة فين. مهلة طلبت من منى تروح مع راجي وأحمد وهبة، وهي مش عارفة إن منى بتخونها عين عين مع أحمد وهبة. راجي بذكاء السوشيال ميديا لمح حاجة مش مظبوطة، حذر نهلة: بقولك إيه، منى دي أنا مش مرتاح لها، خلي بالك منها. نهلة ردت بغشامة: دي منى أختي وصاحبتي، أنت بتهرف بتقول إيه؟ نهلة نايمة على ودانها والسكينة بتتسحب من وراها. فرج ووحيد راحوا لحمزة أبو بدر بيضغطوا عليه يبيع الدكان عشان في مشتري جاهز. حمزة طردهم وزعق، بس بدر دخل وهدى اللعب. بدر نادى على وحيد وقال له: لو في مشتري بجد جيبه يقابلني دلوقتي. حمزة استغرب، بس بدر همسله: أنا عارف إن عبده الشيخ هو اللي ورا الفيلم ده، وعايز أعرف آخرهم إيه. دول بيطفشوا عائلة الحارة عيلة عيلة، والموضوع فيه إن كبيرة. مريم أخت جليلة راحت تعيش عندها، وجليلة استقبلتها بفتور: جاية ليه يا مريم؟ عشان الشهرية والفلوس؟ مريم بدأت تمثل دور المظلومة، بس الحقيقة إنها اتفقت مع أسرار الشغالة إنها تساعدها تمثل. مريم قالت لأسرار: لو جليلة جابت لي دور في مسلسل هكون ليكي شاكرة. وأسرار قالت لها: هزن عليها، بس انتي كمان كوني عند وعدك لما تبقي نجمة. في بيت طارق أخو جليلة، إناس كانت بتشعلل النار. أختك مريم راحت تقعد عند جليلة عشان تلهف الفلوس لوحدها، وإحنا محتاجين مصاريف لعملية الخلفة اللي هتكلفنا ألوفات. طارق حاول يهددها ويقول لها: مريم راحت عند أختها عادي، بس بدأت الشكوك تدخل قلبه، وبدأ يفكر إن إيناس عندها حق، وإن جليلة هي الفرخة اللي بتبيض ذهب، والكل لازم ينوب من الحب جانب. ياسين ويارا كانوا في العربية، وجليلة لمحتهم من بعيد، طلبت من السواق يطارد عربيتهم: اطلع وراهم بسرعة. وفي نفس اللحظة أحمد وهبة كانوا في الشقة رايقين، وفجأة جرس الباب رن. أحمد سأل: مستنية حد؟ منى قالت: لأ، بس الصدمة إن نهلة كان معاها نسخة مفتاح، وفتحت الباب ودخلت. يا ترى نهلة هتشوف الخيانة بعينها؟ وجليلة هتعمل إيه لما تمسك يارا وياسين؟